بكم الشعب المصري العظيم على سير العمل في حفر قناة السويس الجديدة، وإن الأمور تسير على ما يرام، وتأكدوا إنه في أي شيء أول واحد هيتكلم بكل شفافية هو رئيس هيئة قناة السويس المسؤول عن هيئة قناة السويس. احنا طبعا بنعمل أكبر عملية تخريج في العالم، بيرفع حوالي 52 مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه على طول قناة السويس الجديدة وفي البحيرات وفي منطقة البلاح. العمل على قدم وساق، احنا بنشتغل حاليا مع حوالي 23 كراكة، ان شاء الله هيوصلوا ل 29 كراكة في نهاية فبراير، وبعد كده في بداية من مارس هنستكمل ونصل إلى حوالي 37 كراكة. فعملية تكريك كبيرة جدا جدا. كمية الرمال والمياه اللي بتضخ من القاع إلى أحواض ترصيد كمية كبيرة جدا. امبارح حوالي في منتصف الليل حصل إن أحد الكراكات اللي هي هام 218 تبع لتحالف التحدي كانت بتعمل، وكمية المياه اللي طلعت كانت كبيرة جدا نتيجة قوة الدفع اللي بتشتغل بيها. ففي حوض 12 له جسر، هذا الجسر حصل فيه فتحة وحصل تسريب للمياه داخل الحوض، وكان في مجموعة من العمال الحمد لله يعني محدش خدش ضفره حتى، ولا حصل أي خسائر في الأرواح ولا أي إصابات لأي حد. وكان بس عربيتين دوري، عربية منهم طلعناها دلوقتي عربية بتطلع جرفتهم المياه، واحنا تواجدنا في الموقع على طول بجميع ادوات الانقاذ وعربات الاسعاف وكل يعني ما ينقذ الارواح بالتعاون مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، والحقيقه سيد مدير الامن تواجد والقيادات الامنيه تواجدت، وانا كنت في الموقع مع مجموعه من الهيئه، وادرنا الموقف كل اختبار، وتم السيطره على الموقف وتم اعاده بناء الجسر. لكن عمليه التكريك في القناه الجديده لم تتاثر، ولا عمليه الملاحه في القناه الحاليه لم تتاثر. للاسف في نفوس ضعيفه ونفوس يعني اكثر اقول انها ايه كاذبه، اشاعات كاذبه الغرض منها ان هي تهز الروح المعنويه للعاملين في مشروع حفر قناه السويس الجديده، لكن لم تهتز شعر عننا. استمرينا في العمل. العمل دلوقتي ممكن حضرتك تروحوا تشوفوه بنفسكم على قدم وساق، والموقف مؤمن تماما. والقناه الاصليه الحمد لله في معدلات الرسل ومعدلات عاليه، ودي بشرة خير. والعمليه التكريك احنا بنرفع حوالي يعني المفروض يعني اكبر عمليه تكريك 8.5 مليون متر مكعب في اليوم، احنا هنوصل ان احنا نرفع 27 مليون متر مكعب في اليوم. وانا هشرح لكم عمليه التكريك بتتم ازاي، لكن انا برسل رساله طبعا لم يحدث اي شيء يعني يعكر صف عمليه التكريك، وكل اللي بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي دي اخبار كاذبه وليس لها اساس من الصحه، والغرض منها التشكيك في وطننا العزيز مصر والنهضه اللي بتحصل فيه دلوقتي وقدرات مصر على التحدي وتنفيذ المشاريع